خويا، رانا نرقدوا والدنيا تتبدل. الصحراء الشرقيه راهي تروح من يدينا وحنا نتفرجوا. المغرب كابر يخطط باش يرجع تندوف وبالشار حتى تلمسان. هذه ارض جدودنا، دم شهداء، ماشي سلعه في السوق. شوف كي تشوف التحركات، كي تشوف التصريحات، راهم يزحفوا خطوه بخطوه. رانا نهضروا بصح يا ناس، لازم نفهموا الخطر. المغرب راهو دايرنا في الزاويه، ماشي غير على الصحراء الغربيه، راه يحوس يرجع الصحراء الشرقيه كامل، تندوف بشار حتى لتلمسان. والدوله ما زالت تحسبها لعبه دبلوماسيه. يا خويا هذه ارضنا. شوف خويا، الموضوع ما هوش لعب، راه كاين تخوف حقيقي في الدوله. الصحراء الشرقيه راهي في الميزان، المغرب قاعدين يخطوا باش يرجعوا تندوف بشار حتى تلمسان، وراه يصرحوا بها بكل وقاحه. هما يديروا خرائط. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم أصدقاء ديالي. إلا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك أخوتي الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي، ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي كيف ما عهدناكم في القناة، مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهده. بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشاهدوا الفيديو جميع. نتوما حكموا، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. اكثر مال، اكثر عدد، اكثر تسلح. يعني لماذا هذا الاصرار على التوازن الاستراتيجي مع المغرب؟ درجه كبيره يعني تسلح مشكله. النظام الجزائري منذ بدايه الصحراء الغربيه عمره ما شرح للشعب الجزائري ولا العرب قضيه الهوس مع المغرب. المغرب في قضيه الصحراء امام محكمه العدل الدوليه عندما طالبت الجمعيه العامه رئيس استشاري محكمه العدل الدولي. المغرب كان يصر على مبدا تاريخيه الصحراء او تاريخيه الحدود. تاريخيه الحدود لو محكمة العدل الدولية أكدت على ذلك وقبلت وجهة النظر المغربية، تعرف ماذا يعني ذلك الجزائر؟ يعني شيء واحد، أن لأن الجزائر تاريخيا تندوف وغيرها لغاية الثلاثينات كانت تابعة للمغرب. التاريخية تعني أن الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل. لأن العرش العلوي أو المطالبات المغربية بالتاريخية توصل تلمسان وتنزل جنوبا، ونحن نصبح وبالتالي احنا نفقد أهم عنصر من عناصر التراب الوطني الجزائري. لذلك القضية تطرح في قضية تصفية الاستعمار، أي حق تقرير المصير، وهذا ما يعني تصفية الاستعمار، حق تقرير المصير وعدم تغيير الحدود الموروثة على الاستعمار. لا، حق تقرير المصير بمعنى على نفس الحدود اللي انت موجود فيها. المغاربة بومدين مهووس بالمغرب بسبب تاريخي، ما تنساش حوصرت قوات الجيش الجزائري قبل استقلال الجزائر، ومنها بومدين ماتوا ناس أبطال كانوا جنود جبهة التحرير الوطني، لأن المغاربة كانوا يريدوا أن يفرضوا آنذاك على جبهة التحرير والحكومة المؤقتة أن توقع على ترسيم الحدود، والجزائر سوفوا ذلك وقالوا فيما بعد. حتى بن بلة أعطى وعود، لكن لذلك الجزائر قضية مش قضية تنظير أو قضية سياسة يعني مجردة، قضية استراتيجية يعني تفضل دقيقة جدا عميقة. يعني العرش العلوي يطالب. أنا أتذكر الوفد الجزائري الذي كان بقيادة عبد الحميد المهري، الشيخ عبد الحميد المهري ورزال الحي، قال ذكر آنذاك أثناء الأزمة محاصرة جيش التحرير في الأراضي المغربية ومطالبة جبهة التحرير الحكومة أن توقع، قال نحن أتانا القادة المغاربة كلهم بمعارضيهم والحكومة، حتى المعارضين كانوا مع جبهة التحرير. قال لك كانوا كل مرة تتكلم يطلع لك يأتي بشاحنة من الوثائق التي تثبت تاريخية هذه المناطق. لذلك أحسن حاجة وأضمن حاجة للحفاظ على حدودك وعلى مصلحتك التأكيد على حق تقرير المصير، وهذا حق. يعني حق تقرير المصير هو تصفية حق تقرير المصير، وهذا ما حكم به بالمناسبة محكمة العدل الدولية. نعم. أكدت على هذا الحق. لذلك الجزائر من ناحية الشرعية الدولية تقول قضية الصحراء قضية دولية. إذا عندنا مشاكل ثنائية خلينا نحلها في الإطار مسار آخر. نعم. يعني تتوقع في كلمة أنه هذه المشكلة لن تحل يعني لا ستحل عندما تتغير العقلية والأنظمة في البلدين. الجزائر بطولها بعرضها خلقت سنة 1962، ما كانش موجودة. الجزائر سنة 1830 كانت عبارة على قبائل متناحرة متناطحة لا تجمعها لا لغة ولا دين ولا قرابة. الأراضي من معسكر حتى للمغرب كانت كلها تابعة للمغرب. هناك صحراء شرقية تحتلها الجزائر الحدود لم ترسم لحد اليوم
بأن البرلمان المغربي لم يصادق على ترسيم الحدود بين المغرب وبين الجزائر. كان هناك لقاء قيادات ديال الدولتين، ولكن الشعب المغربي عن طريق البرلمان المغربي لم يصوت على رسم الحدود. نحن نطالب بمناقشة هذه القضية داخل البرلمان المغربي، ونطالب بالحكومة المغربية أن تطرح هذه القضية على أروقة الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لدراستها، لأننا نحن في موقع قوة، معنا الحق. الجزائر وحدها التي تحدث. ولماذا تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار؟ وهنا أجيبك عن قضية سبتة ومليليا. الجزائر تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار لأنها تخاف من أن يطرح المغرب مسألة الصحراء الشرقية. المغرب تعرض لتقسيم استعماري امبريالي مثل اتفاقية سايكس بيكو في المشرق، وهي اتفاقية بين إسبانيا وفرنسا لتقسيم أراضي المملكة المغربية التاريخية إلى 4 مناطق: منطقة في الريف تحت الاحتلال الإسباني، ومنطقة في الصحراء المسماة غربية لأن هناك صحراء شرقية تحتلها الجزائر. مثلا أنا فاجأتني واحد الجمعية اللي هي هذه كتسمى جمعية المغربية للدفاع عن الوحدة عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية. الجزائر اكثر من هذا، ان هاد الناس هادو كيقول لك عندنا رسوم ديال الملكيه اللي كتبين بان الجزائر دات لنا الارض ديالنا. واش ما كيبانش بانه جا الوقت وسط هذه المفاوضات، لان حتى بالنسبه للمفوض الاممي ما ضابطش المفاوضات ويمكن نوسعوها كما بغينا. جا الوقت ان ننقلوا هذا النقاش هذا وسط هذه المفاوضات على هذه النقطه بالذات، لان الجزائر كيبان هذا هو الحل. الصحراء الشرقيه ديالنا اكلت قطعه من طرف الجزائر. هناك حقائق تاريخية ووقائع تاريخية وأوراق ثبوتية أقول تثبت مغربية مجموعة من المناطق ديال الصحراء الشرقية. الشقيقة المزعومة راهي تدير في مؤامرة كحل على بلادنا. المغرب راهي تحفر في قبرها بيدها. الصحراء الشرقية خط أحمر، وأنا نقولها وما نرجعش فيها نهار. اللي قرب لها يلقى النار. راهو عندهم مشروع جهنمي. رانا اسمعوني مليح يا المغاربة، راهي حرب مفتوحة، راهي مؤامرة كبيرة ضد الجزائر. الصحراء الشرقية فتحتوا باب جهنم اليوم ولا غدوة. الملف راح يتحل وإحنا جاهزين بالصدمات وبالرجلين. واش نزيد نقول؟ المؤامرة راهي واضحة كي الشمس. المخزن باغي يجر الجزائر للحرب بمع ملف الصحراء الشرقية، هاو يحاول يشعل النار ويقسم البلاد. أنا نقولها قدام الشعب كامل، الباب تاع جهنم راهو تفتح. المغرب راهو يلعب. شوف يا خوتي، راهم دايرين بينا مؤامره كبيره. المغرب راه يلعب بالنار، والملف تاع الصحراء الشرقيه راه فتحناه اليوم وباب جهنم يتفتح. انا نقولها بصح، احنا ما نخافوش. جيش الشعب الجزائري لازم يكون مهيئ للصدمه. اخويا رانا نرقدوا والدنيا تتبدل. الصحراء الشرقيه راهي تروح من يدينا وحنا نتفرجوا. المغرب كابر يخطط باش يرجع تندوفوا بالشر وحتى تلمسان. هذه ارض جدودنا، دم شهداء، ماشي سلعه في السوق. شوف كي تشوف التحركات، كي تشوف التصريحات، راهم يزحفوا خطوه بخطوه. رانا نهضروا بصح يا ناس، لازم نفهموا الخطر. المغرب راهو دايرنا في الزاويه، ماشي غير على الصحراء الغربيه، راه يحوس يرجع الصحراء الشرقيه كامل، تندوف بشار حتى لتلمسان. والدوله مازال تحسبها لعبه دبلوماسيه. يا خويا هذه ارضنا. شوف خويا، الموضوع ما هوش لعب، راه كاين تخوف حقيقي في الدوله. الصحراء الشرقيه راهي في الميزان. المغرب قاعدين يخطوا باش يرجعوا تندوف بشار حتى تلمسان، وراه يصرحوا بها بكل وقاحه. هما يديروا خرائط. يا اخي راهي الدوله خايفه وماشي بلا سبب. شفتوا واش صاري؟ المغرب راهو يتغلب في بلاصتنا، راهو يقول الصحراء الشرقيه هذيك تاعو تندوف بشار حتى تلمسان. وسمعتوا تصريحاتهم، ما بقاتش غير كلام دبلوماسي، راهم يخدموا على الارض. حنا قاعدين نتفرجوا. لا يا سيدي، لازم شوف يا خو، رانا في خطر حقيقي. الدوله راها خايفه وعندها الحق تخاف. المغرب راهو يزيد يضغط، واليوم ولا يهدر على الصحراء الشرقيه كانها حق من حقوقه. تندوف بشار تلمسان. يا اخي هادو. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا خوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناه. غنهضروا شويه على الماتش ديال الجيش الملكي ضد فريق يونغ افريكانز. وصراحه كان واحد الظلم تحكيمي ضد فريق الجيش الملكي. يعني كان واحد الهدف مشروع، ما عرفتش الحكم شنو حسبوه، واش حسبوه تسلل واش خطا، وهي ما فيها حتى حاجه، لا تسلل ولا خطا، يعني كره عاديه وتم الغاء الهدف. صراحه افريقيا اللاعينه خوتي مازال خصها
يعني مازال خصنا نقولوا مئات السنين باش نوصلوا لذاك النيفو. لما قيل ما عمرنا غادي نوصلوا للنيفو ديال التحكيم الاوروبي صراحه. يعني هذا هدف سليم 100%. ما عرفتش علاش الحكم زعما لغى هذا الهدف هذا، وعلاش زعما ما داروش تقنيه الفار في هذا الدور المجموعات. ما عندكش الامكانيات، ما عندك ما تلعبش في بلادك. هذا الشيء اللي كنعرف انا، ما عندكش انك ما تقدرش توفر مثلا الفار، والفار يكون عنده واحد الشروط، والكاميرا حتى هما يكون عندهم واحد الشروط. حيت كنشوفوا بعد النقل المباريات في الدوريات الافريقيه، فصراحه النقل كيكون سيء جدا صراحه، سيء. ويعني صعيب باش انك تخدم فيه الفار وتوري اللقطات. يعني خاص علاش ما الكاف هي ما تدبرش هذا، يعني تتعاقد مع شي شركه كما دايرين دوري ابطال اسيا، تعاقدوا مع شي شركه خاصه بالتصوير، هي تجيب الفار ديالها بكل شيء ديالها، بالكاميرات اللي غادي يعني تحتاجهم، يعني باش التحكيم ما يبقاش الاخطاء التحكيميه هادو. ما لقاو هكا خوتي، راه ضروري غادي يكونوا اخطاء تحكيميه، وضروري غادي يكونوا اهداف، وضروري غادي تهضموا حقوق بزاف ديال الانديه. وصلنا خوتي للختام ديال الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.